سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس بصحه جيده. شو نقول لكم البنات، سمحوا لي طولت عليكم، كانت عندي شويه ظروف. وهذا المقطع من الفيديو تاع يناير، حبيت نقول لكم كل عام وانتم بخير حتى وجا الفيديو متوخر. وفي هذا النهار يناير درت مشوشه البنات، ها هي وينه، راح دوك نحط لكم المقادير، ان شاء الله راح نجربوها وتخلوا لي رايكم في التعليقات. وكل حاجه البنات طيبتها راح ان شاء الله نحطها لكم في الفيديوهات اللاحقه ان شاء الله يا البنات، وتجربوهم وتخلوا لي رايكم. هنا البنات اول حاجه نجيبوا كاسرونه نديروا فيها 2 كيسان سكر مع 4 كيسان ماء وحبه قارص، ونخلوهم فوق النار مده 20 دقيقه ونطفوا عليهم. نروحوا المقادير تاع المشوشه. هنا درت قشور حبه قارص، درت 4 بيض وفانيلا ونخلطوهم مليح. نخلطوا مليح حتى يبيض الخليط. هنايا بالكاس العجيب تاع ام وليد نديروا كاس سكر، نبداو نديروا بشويه ونخلطوا مليح. بعد ما نديروا كميه السكر وخلطنا مليح، نديروا كاس زيت ونخلطوا بشويه كما راكم تشوفوا. هنايا نزيدوا كاس حليب ونخلطوا. بعد ما يتخلطوا مليح، هنايا جبت بنفس الكاس هذاك نديروا 2 كيسان دقيق يكون احرش. هنا قبل ما نزيدوا الدقيق والخماره درت 5 مغارف نواة كوكو ونخلطهم، ندخلوهم مليح في الخليط. من بعد جبت هذاك الدقيق درت فيه الخماره ونبداو نغربلو فيه ونخلطو بشويه. شوفوا الخليط يتحصلنا عليه. هنا البنات خليته يريح واحد 5 دقائق. شوفوا كيفاش يزيد يثقل شويه، ومن بعد نجيبوا الصينيه مدهونه ونفرغوا الخليط. هنا نبداو نضربوا في الصنيوه حتى يخرجوا هذوك الفقاعات. نروحوا البنات الكريمه اللي زينت بها. هنا جبت كاس حليب، شويه فانيلا و3 مغارف صغار مايزينا، وزدت لهم ملون غذائي احمر. هنا يبان بنفسجي به الكاميرا. نخلطوا مليح فوق النار حتى يولي ثقيل ونديروه يبرد في الثلاجه. هنا نروحوا نشربوا المشوشه. هنا بعد ما جبتها من الفور هي سخونه والعسل بارد ونروحوا نشربوها، ولا كانت المشوشه بارده نسخنوا العسل ونشربوا مليح. نشربوها مريره كما راكم تشوفوا، ونغطوها ونخلوها تريح. هنا راني غطيتها خليتها تريح. من بعد نعاودوا نروحوا نقطعوها ونزيدوا نشربوها هكذاك باش تشرب مليح وما تنشفش من بعد. هنا راني نشرب فيها بعد ما قطعتها كما راكم تشوفوا البنات. هنا نديروا لها نواة كوكو من الفوق. تحبوا البنات ديروا كاوكاو كما تحبوا. هذا التزيين الاول، ودوك نروحوا للتزيين الثاني. بعد ما كملت البنات، هنايا بعد ما بردت لي الكريمه خلطتها مليح ودرتها في بوشادوي وراني نزين بها كما راكم تشوفوا. هنا البنات دايما نحطوا مساميكم بابي، اذا حسيتوها تبلوكات حاولوا تنحوا ذيك الزياده في البابي كما راكم تشوفوا. شوفوا هنا بعد ما كملتها نروح نوريها لكم في طبق التقديم. شوفوا البنات شكل نهائي، صدقوني بنتها روعه. ان شاء الله رايحين تجربوها وتخلوا لي رايكم في التعليقات. وصلنا لنهايه الفيديو، نقول لكم البنات تبقوا على خير، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.